السلام عليكم أخواتي إخواني الكرام المتابعين الأوفياء داخل أرض الوطن وخارجه. أحييكم وأجدد بكم اللقاء في حلقة جديدة من حلقات القضايا الجنايات والجنح. هذه الحلقة البارح درت حلقة واليوم درت حلقة باش نرد الدين ديال خوتي وخواتاتي اللي كيتسالوني. غادي نبدا في الحلقة مباشرة. الحلقة ديال اليوم، القضية ديال اليوم كنشرف عليها أحد الزملاء اللي من القدام، الناس القدام ديالي، وراه دابا محال على التقاعد. هو اللي تقاسم معايا الظروف والحيثيات والإجراءات القانونية اللي درت في هذه القضية، لذلك ارتأيت باش نتقاسمها معكم باش تخاد منها عبر وتستنبطوا منها بعض الدروس. القضية ديال اليوم كترجع الوقائع ديالها تقريبا 2014. كان واحد الصباح بكري تلقى المركز ديال الدرك الملكي في واحد المنطقة، تلقى واحد المكالمة بأن راه واحد السيد تلقى مقتول وسط البيكوب ديالو. كانوا تعلموا تقريبا مع شي 5:30 ديال الصباح. مجرد ما سمعوا هاد الخبار هادي علموا بطبيعة الحال قائد المركز اللي هبط من دارو وطلب من الجدارمية، عيط عليهم وجاو حضروا الله بريغاد وتحزموا وانتقلوا لعين المكان. البلاصة فين وقعت هاد الواقعة كتبعد تقريبا على المركز بواحد 45 كيلومتر. تحزموا كما قلت لكم، ركبوا في السيارة ديال المصلحة ومشاو للبلاصة. ملي وصلوا كيلقاو مجموعة ديال السكان ديال الدوار. هاد البلاصة باش نوصفها لكم، هاد البلاصة واحد الدوار، واحد الطريق غير بيست ديال التراب، ما فيهاش قدرون، كتدي لواحد الدوار. هذيك الطريق كتربط داك الدوار مع الطريق الكبيرة اللي كتدي للمدينة. هاد الطوموبيل هادي كانت جاية، هاد البيكوب كانت جاية من جهة الدوار غادية للطريق الكبيرة ربما باش يمشي للمدينة. وفي الطريق تعرض ليه شي حد وقتله. والغريب في الأمر والأبشع هو أنه تقتل بسلاح ناري، يعني بالخماسية، السلاح ديال القنص ديال الصيد. وباش تقتل هذا السيد كانت عنده طلقة نارية على مستوى القلب ديالو. والطلقة النارية من خلال المعاينة الأولية كيبان بأن هذاك الضحية تضرب من برا. علاش؟ لحقاش كاينه الضربه كاينه في الباربري الزجاج، تثقب الزجاج عاد جات عنده القرطاسه. يعني شي واحد كان كيترصدو وكان لابد ليه في شي بلاصه، مجرد ما داز ضربو. المهم هذه هي مسرح الجريمه هكا اللي كان. وكان خلاص هذاك المرحوم مسكين كانت بركه ديال الدم في الكوسان، وكان مسكين وسط الطوموبيل. والطوموبيل هذيك البيكوب ما البيبان ديالها مسدودين ما تحلوش. لهنا الناس المكلفين بالبحث خصهم باش يحافظوا على الاثار اللي كاينه تما. ربما هذا المجرم ولا هاد المجرمين يخليو شي اثار اللي يقدر يتستثمر باش يوصل ويفك هذا اللغز ديال هذه الجريمه المعقده. الجثه ديال الضحيه بطبيعه الحال ما كانش اشكال في التشخيص ديال الهويه والتحديد ديال الهويه. علاش؟ لحقاش كان ولد الدوار والناس كاملين اللي لقاوهم جدارميه تما بطبيعه الحال كلهم كيعرفوه، الصغير والكبير. وكان هذا الضحيه، هذا الهالك، كان في مقتبل العمر، كان شاب، تكون عنده تقريبا 31 سنه، وكان ميسور الحال. ومن خلال التحريات الأولية اللي دارت تما، هو ابن واحد السيد، واحد الفلاح كبير، وهذاك الفلاح كان توفى وتوفات الزوجة ديالو، وكان عندهم داك الوليد بوحدو. هو اللي ورث هذاك الشيء كامل، كتبوا ليه الاب ديالو وورث. المهم كان هذاك الشيء كاع اللي خلى الاب ديالو دوك الخيرات هو اللي ولا كيتصرف فيها، وهو اللي ولا المالك ديالها. هادو هما التحريات
الاولى. واش عنده شي عداوه، واش عنده هذه؟ من خلال التحريات الاوليه ما كاينش اللي يكشف على شي حاجه. المعاينه بشروها الناس المكلفين بالبحث. كما قلت لكم كانت الجثه فيها واحد الضربه طلقه ناريه على مستوى الصدر وعلى مستوى القلب بالضبط. الطوموبيل حاولوا الدركيين باش يحميوا مسرح ديال الجريمه، حتى التحقوا الناس ديال مسرح الجريمه باش داروا الرفع ديال البصمات اللي كاينين تما وسط الطوموبيل، لعل وعسى يكون هذا المجرم ولا هاد المجرمين قتلوه ودخلوا الطوموبيل البيكوب لداخل وهزوا الفلوس. ربما غادي يكون الدافع ديال القتل هو السرقه. الوراق ديال الطوموبيل تلقاو تما ديال ديك البيكوب، وكانت الوضعيه ديالها قانونيه. البطاقه ديال الوطنيه ورخصه السياقه ديال الهالك كانوا مع الوراق، يعني الهويه ديالو ما فيهاش اشكال كما قلت لكم. هنا بعد ما دارت الاجراءات ديالهم والتحريات التقنيه داروها الافراد ديال التشخيص القضائي، بطبيعه الحال من بعد تهزات الجثه بعد ما تقلبات ودار لها واحد التفتيش جسدي. هذا التفتيش الجسدي هنا كانت المفاجاه. علاش؟ فاش دار التفتيش الجسدي تلقات بالحوزه ديال الهالك واحد المبلغ تقريبا ديال 40,000 درهم كانت عنده. كان لابس واحد الجاكيطه، هذيك الجاكيطه كانوا فيها 40,000 درهم. مادام 40,000 درهم كانت مع الهالك وما مشاتش، يعني الدافع ديال القتل ماشي هو السرقه. هنا عاوتاني تشبكات الخيوط، وعاوتاني ما بقاش عرفوا الناس المكلفين بالبحث شنو هو الدافع ديال هذا القتل هذا. لحقاش كون كانت السرقه ما غاديش تلقى عنده ديك الفلوس. هذوك اللي قتلوه غادي يكونوا قلبوه وداو ليه الفلوس، غادي يديوها، لحقاش هذاك الشيء علاش قتلوه. ولكن مادام الفلوس كاينه وما مشاتش، يعني ربما يكون الدافع شي حاجه اخرى. اول واحد بعد ما كملوا المعاينات تم الاستيماء بطبيعه الحال. تهزات الجثه على متن سياره ديال نقل الاموات ومشات للمستودع ديال حفظ الاموات قصد اخضاع الجثه للتشريح الطبي لمعرفه السبب الحقيقي وراء الوفاه. من بعد تهزات تنقات ديك البيكوب من داك الدم، حاول ما يخليوش الدم، لحقاش كاينين ذوي النيات السيئه اللي كي يستعملوا هذاك الدم ديال شي واحد شي مغدور ولا كيستعملوه في اعمال شيطانيه، والناس ديال الضابطه القضائيه كيعرفوا هذه المسائل. حتى في حوادث السير ولا فاش كيكون شي واحد مات والدم ديالو بقى تما، ديما كنا كنستعملوا ليسانس وكنحرقوه، ما خصناش نخليوه، لحقاش كنعرفوا كما قلت لكم كاين الناس اللي يقدروا يستعملوه لشي اغراض وغيضروا ناس اخرين. لحقاش انعدام الوعي وانعدام الخوف من الله وبنادم كيامن بالشعوذه، هذه مسائل كامله كاينه عندنا في بلادنا، وشي مسائل اللي ما نقدروش ننكروها. الله يهدي ما خلق والله يهدي الناس اللي كيامنوا بهذه المسائل، لحقاش هذا الشيء راه فيه شرك بالله. كتشرك بالله ملي كتدخل في السحر وتدخل في المسائل وتدخل تادي واحد وتدخل هذه، يعني راك قاطع يدك من يد الله كما كيقولوا بالعاميه ديالنا. المهم دارت هذه الاجراءات. هذيك السياره بطبيعه الحال تهزات على متن الديباناج ومشات الفوريان، تحط في لافوريير تما تحت التصرف ديال العداله. من بعد غادي تفتح بحث. اول واحد دارت خلاص واحد الحمله تمشيطيه تما بارجاء المكان، لعل وعسى يلقاو على ديك الخرطوشه، يلقاو ديك الخرطوشه اللي تستعملات في القتل ديال الهالك ما تلقاتش. هذيك العمليه التمشيط اللي دارت في جميع ارجاء ديال مسرح الجريمه ما صفرات حتى على شي نتيجه، وما لقاوش الناس المكلفين بالبحث حتى شي حاجه اللي تقدر تعاونهم ولا تفيدهم في البحث اللي كيباشروه. البحث غادي يبدا باول واحد اكتشف هاد الجثه ديال هاد الهالك. كان واحد السيد مسن من الناس ديال الدوار، استمعوا ليه الناس المكلفين بالبحث. التصريحات ديالو اكد فيها بانه غادي للسوق الاسبوعي كالعاده، لحقاش هو كساب. قال لك ملي كان غادي في الطريق تيلقى البيكوب واقفه وسط الطريق، قال لك بقينا كنكلاكسونيو، وكان هو وولده
قال لك بقينا كنكلاكسونيو ما خواش هذاك الهالك. قال لك هبط الدري عنده باش يهضر معاه يشوف اش كاين اش واقع باش يتفقد الحاله ديالو. قال لك فاذا به تيلقاه قال لك بقى تيعيط ليه لحقاش قال لك عرفنا البيكوب معروفه ديال من كتعرفوا الدوار تيكون راه الطوموبيل ديال فلان معروفه لحقاش يكونوا ناس قلال وكيكونوا معروفين بعضياتهم. قال لك ملي هبط الابن بقى تيعيط ليه في الاول ما كاين ولا مين مجيب. قال لك ملي اقترب لعنده حل الباب قال لك تيلقى السيد راه مطلي كله دمايات. قال لك غوت تخلع. قال لك نزلت. قال لك بطبيعه الحال لاحظت نفس الشيء. قال لك ديك الساعه اش غادي ندير؟ قال لك هي فاش علمناكم باش علموا الناس المكلفين بالبحث باش يجيو يباشروا البحث ديالو. تم الاستماع للابن ديالو نفس الشيء ونفس التصريح اللي قلت لكم دابا. من بعد هنا غادي يستمعوا كما قلت لكم الهالك ما عندوش يتيم الابوين، ما عندوش الام ديالو وما عندوش الاب ديالو وما عندوش الاخوان وما عندوش الاخوات. عمامو كان واحد جوج عمامو استمعوا لهم الناس المكلفين بالبحث لانهم من الاقرباء ديالو ومن ذوي الحقوق. بطبيعه الحال ملي استمعوا لهم كاملين اكدوا بان هذاك راه ولد خوه وراه كانوا حاضنينه ملي توفى الاخ ديالهم، وبانه هذا الهالك اللي هو الابن ديال الاخ ديالهم راه ما عمره كانت عنده شي عداوه مع شي واحد، ما عمره تشكى من شي واحد، ما عندوش شي نزاع في المحكمه مع شي واحد. يعني شكون اللي قتلو الله اعلم. الهويه ديال القاتل ديال الجاني او الجنات مجهوله ما معروفاش وما كايناش شي اسباب. وهاد التصريحات اللي عطاو هاد الاقرباء ديالو ما كاين حتى شي حاجه وما فيها حتى شي افاده اللي تقدر تعاون الناس المكلفين بالبحث. لذلك غادي يلتجئوا الناس المكلفين بالبحث المحيط ديالو المقرب الاصدقاء ديالو. استمعوا الاصدقاء ديالو كانوا عنده واحد 3 ديال الاصدقاء مقربين هما ولاد الدوار. التصريحات ديالهم كانت واضحه بان هذاك الهالك راه صديق ديالهم من الطفوله وهما من جيل واحد، واكدوا بان الهالك ما كيكمي ما كيشرب درويش مقابل الصلاه ديالو مقابل الدين ديالو ما تيمشي هنا ما تيمشي هنا وما تيكثرش مع الناس وحدودي. وقال لك من غيرنا حنا ب3 راه ما كيجلسش مع شي واحد. سولوهم الناس المكلفين بالبحث واش عنده شي عداوه، واش ما عمره ما قال لهم بان عنده شي عداوه مع شي واحد ولا شي واحد كيهددو ولا، ولكن كلهم اكدوا بان الهالك اللي هو الصديق ديالهم ما عمره كشف لهم على شي واحد تهدد عليه ولا شي عداوه مع شي واحد ولا نزاع مع شي واحد. يعني الاصدقاء ما كشفوا على حتى شي حاجه. هنا كاينه واحد القضيه كاين تستعمل السلاح الناري. هذيك البلاصه كانت قريبه للدوار، تم الاستماع لاكبر عدد ديال الناس ديال الدوار اللي كاينين فين كان ساكن هذا الضحيه. كلهم تاكدوا بانهم ما سمعوش الطلقه الناريه لحقاش كان الليل وكان كانت الناس ناعسه. هذاك السيد اللي كان لقاه هو ولده واش ما سمعوش شي طلقه ناريه ديال الخماسيه ملي تضربات؟ قال لك بانهم ما سمعوش الطلقه الناريه. علاش؟ كانت الشتاء، كان الفصل ديال الشتاء، وكتعرفوا الشتاء كتكون الشتاء كتصب لحقاش كان الجو ممطر هذاك النهار. المهم ما بان حتى شي حاجه وبقات الامور غامضه. الناس المكلفين بالبحث هنا غادي يلتجئوا لواحد القضيه اخرى. هذوك البصمات اللي ترفعوا من السياره هذوك خلاص مشاو عبر السلم الاداري. راكم كتعرفوا المسطره كيفاش كتجري من خلال هذه الحلقات اللي سرت لكم واللي كنسرد لكم. راه وليتوا نتوما عندكم دابا المام بالاجراءات القانونيه ديال الضابطه القضائيه اللي كتكون في الابحاث. واخا ما نشيرش لشي حاجه قفلتها ولا كملوا من راسكم. المهم مشات ديك الاجراءات ودوك البصمات. هنا قلت لكم الدركيين مادام الطريق اللي سلكوها والخيط اللي تبعوه ما كيعطيهمش شي نتيجه، هنا قرروا باش غادي يديروا واحد العمليه. هادوك الناس اللي عندهم الحاملي السلاح اللي عندهم في المنطقه النفوذ ديالهم اللي محصيين عندهم، لحقاش كما كتعرفوا
المنطقه د النفوذ ديال اي مركز ديال الدرك الملكي، الناس اللي كيكون عندهم الرخصه ديال حمل السلاح كتكون المعلومات ديالهم والاسماء ديالهم واللائحه ديالهم كتكون عند داك المركز ديال الدرك الملكي، لحقاش داك المركز هو اللي كيراقب هذاك السلاح واش الوراق ديالو قانونيه، واش تم التجديد ديال الرخصه، واش هذه واش يعني المراقبه ديال الاسلحه الناريه راها معهوده الاجهزه الامنيه. الدرك الملكي في المنطقه النفوذ ديالو بطبيعه الحال. هنا بداو الدركيين كيستدعيو كاع الناس اللي عندهم السلاح تماها. المهم بداو كيستدعيوهم، كيجيو كيستمعوا ليهم، كل واحد كيستمعوا ليه. فاش كيستمعوا ليه كيطلبوا ليه الوراق ديال السلاح ديالو، كيعطي الوراق ديال السلاح. ملي كيعطي الوراق السلاح كتم التفحص والمراقبه ديال دوك الوراق، تلقاو الوراق الاغلبيه كلهم راهم الوضعيه ديالهم قانونيه والصلاحيه ديالهم بقى ساريه المفعول، يعني الوراق كانت بخير وعلى خير. وكانوا الدركيين اللي استمعوا ليه كيحيدوا ليه هذيك الخماسيه ديالو. علاش؟ غتقول لي علاش؟ باش تمشي تخضع للخبره الباليستيه. الخبره الباليستيه شنو هي؟ السلاح فاش كتستعملو بطبيعه الحال كيبقى الاثار كيبقى في داك الكانو ديالو، وكيتعرف المده ديال اخر طلقه خرجت من السلاح. التحريات العلميه كتتمكنك من هاد النتائج هادو. لذلك اي واحد استمعوا ليه الدركيين المكلفين بالبحث في هذه النزيله كيسولوه تيقولوا ليه اخر مره استعملتي السلاح ديالك، وكلهم تيقولوا بانهم راه استعملوا السلاح في موسم الصيد اللي كان فات، فاش كان الصيد مفتوح. وديك الوقيته فاش تقتلت السيده هذا ما كانش الصيد مفتوح. هنا كاملين غادي يشوفوا اللي استمعوا ليه كيتحج السلاح ديالو باش يمشي المختبر ديال الابحاث الجنائيه وديال الادله الجنائيه، باش غادي تجرى خبره باليستيه على هذوك الاسلحه كامله. المهم اللي جا كيديروا مع هذا الاجراء، المهم حتى جمعوا الاسلحه، وكان من بين الناس اللي كان عندهم السلاح ومحصيين راه عندهم السلاح كان العم ديال هذا الوليد اللي مات، حتى هو شملته هذه القضيه هذه، وكان حتى هو اكد بان اخر مره استعمل فيها السلاح راه فاش كان موسم الصيد كان مفتوح. بطبيعه الحال تحجزات البندقيه ديالو حتى هو، ودارت واحد الطلب للنيابه العامه واشرت عليه النيابه العامه، و واحد الدركي دا هذاك السلاح كامل، داوه واحد الدوريه ديال الدركيين وداتو المختبر ديال الادله الجنائيه ديال الدرك الملكي باش يتخضعوا هذه الاسلحه كامله الخبره الباليستيه، باش يشوف الا كان شي واحد بطبيعه الحال يلاه تستخدم في ذاك التاريخ فاش تقتل ذاك الهالك هذا الوليد هذا، يعني غادي تحوم عليه الشكوك، ويعني غادي يكون موضع مساءله وموضع ديال واحد البحث اللي غادي يكون دقيق ومعمق. في انتظار باش غادي تجي هذه النتيجه، بطبيعه الحال بداو كيوسعوا الناس المكلفين بالبحث، بداو تيوسعوا المساحه والمحيط ديال الناس اللي كيستمعوا ليهم، واقترحوا وارتعوا باش يستمعوا الاقارب ديال الضحيه من الجهه ديال الام ديالو، يعني خوالو، كانوا عنده واحد 3 خوالو. انتقلت واحد الدوريه ديال الدرك الملكي، وكانوا خوالو كيسكنوا في واحد الدوار اخر، ولكن نفس المنطقه النفوذ ديال داك المركز ديال الدرك الملكي. مشاو لذاك الدوار، سولوا على الخال ديال الهالك الاول، استمعوا ليه، استمعوا الثاني، استمعوا الثالث. تصريحات ديال هاد الاقرباء ديال الهالك كشفوا مجموعه ديال المعطيات اللي ما كشف عليها حتى شي واحد. كشفوا هاد الناس هادو على هاد المعلومات المهمه. شنو هي؟ بان راه كان نزاع عند الهالك مع اعمامه، كانوا كيتجابد معاهم، كان مفاهمينش، خصوصا ان الاب ديالو كان تيعطيهم بعض الاراضي
باش يستغلوها. هو فاش مات الاب ديالو ولا هو اللي كيتصرف، ولا هو المالك الشرعي ديال ديك الممتلكات، هو الوارث الشرعي ديال دوك الممتلكات وديك التركه اللي خلى الاب ديالو ما بقاش كيعطي لعمامو، وقال لك راه من المحتمل يكون شي واحد فيهم صفى عليه، ماشي بعيد، لحقاش كان قطع عليهم الماء وقطع عليهم الماء والضوء. كان واحد الروبيني طلقوا ليهم الاب ديالو، جا هو سدو وسد مع عمامو، وهذوك الامتيازات وهذاك التسهيلات اللي كانت يدير الاب ديالو مع خوتو هو جا قطعها وما خلاش داك الشيء لعمامو. قال لك ربما يكون هذا دافع اللي يخلي عمامو، خصوصا ان عمامو ما كانوش ميسوري الحال بحال الاخ ديالهم اللي توفى، الاب ديال هذا الهالك. هذا الاب ديال هذا الهالك كان كبر الثروه ديالو، اما الاخوان ديالو كانوا على قد الحال عندهم، ولكن ما عندهمش وما خاصهمش. المهم ملي استمعوا لهاد الخوال ديال هذا الهالك وكشفوا على هاد المعطيات، هنا غادي يدار تحريات معمقه عن بعد على هاد الاعمام ديالو، واش فعلا كان عندهم نزاع مع هاد الهالك ولا هاد الخوال ديالو غير بغاو يورطوهم وصافي. دارت عاوتاني تحريات، تم الاستماع لمجموعه ديال الاشخاص اللي كانوا تما في الدوار، تم اعاده الاستماع للاصدقاء المقربين ديالو، وبالفعل كلهم اكدوا بان راه هذاك الهالك راه كان عنده نزاع، وكان دائم النزاع مع الاعمام ديالو مباشره فاش داز تقريبا واحد العام على الوفاه ديال الاب ديالو، مور فاش حيد لعمامو هذيك الاراضي اللي كانوا كيستغلوها. من تما كان راه بدا